مساء الخير، يا رب تكونوا كويسين. عشاق الشوكولاتة بقى يجمعوا، هنعمل لهم وصفة تعجبهم جدا. وصفة كلها شوكولاتة من فوق لتحت، رائعة كأنك بتاكلي جاتوه في البيت بأقل الإمكانيات بمكونات اقتصادية. من غير وقت خالص، من غير إمكانيات، من غير مكونات كتيرة وغالية. هتعملي الجمال اللي انت شايفاه ده. بس لو أول مرة تشوفيني، أنا اسمي مادونا. يا رب القناة تعجبك وتعملي اشتراك ولايك وشير، وتكتبي لي في الكومنتات ايه رأيك في الوصفة وعاوزة وصفات ايه تاني. يلا بقى معانا. في الخطوات، أول حاجة معانا 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، يعني يكون مخرجينها من التلاجة قبلها بساعة. ونص كوباية حليب، ويفضل برضو ان الحليب يكون بدرجة حرارة الغرفة. ونص كوباية زيت. زيت ما يكونش ليه ريحة. وكوباية الا ربع سكر وفانيليا. السكر بلاش تعمله بالسكر اللي لونه غامق. الكيكات الافضل السكر الفاتح. ومعانا بقى معلقة نسكافيه، معلقة صغيرة نسكافيه او قهوة سريعة الذوبان، ودي اختياري بس هي يعني بتثبت قوي او بتبين قوي طعم الشوكولاتة. ومعلقتين كبار كاكاو خام اسباني، اللي هو الكاكاو المر اللي معليهوش سكر. نبتدي نضرب كويس. النسكافيه يا جماعة اختياري، ممكن ما يتحطش، ما فيش اي مشكلة. بضرب في الخلاط لحد السكر ما يدوب معايا كويس، وممكن اعمله بالمضرب اليدوي عادي الخليط من غير خلاط. بس لازم افضل اضرب فيه كده لحد ما السكر يدوب معايا. على فكرة المعلقة السيليكون اختراع رائع، بتنزل كل اللي في الخلاط، فلازم تكون موجودة في كل بيت، بس يكون عندك 2، واحدة للحلويات وواحدة للحادق. يلا بقى نجيب كوباية دقيق، ننخلها بالمنخل ده او بالمنخل العادي او بالمصفى اي حاجة. ومعلقة كبيرة بيكنج باودر اللي هي خميرة الحلويات، ورشة ملح. وابتدي بقى اقلبهم كويس بالمضرب اليدوي لحد ما الدقيق يختلط كويس بالخليط، ولو في اي تكتلات دقيق في قلب المضرب لازم انزلها، واتاكد ان الخليط اتضرب معايا كويس. بجيب صينية المقاس الوسط دي في البايركس، أو الصينية القالب الألومنيوم المقاس الصغير، أو المدور مقاس 28. البايركس مش بيحتاج غير إنك تدهنيه بس بدهنة زيت بسيطة. لكن الألومنيوم بندهنه بزيت ونعفره كده بالدقيق، ونكت الدقيق الزيادة منه. تمام. كده نزلت الخليط. المفروض بنخبط الصينية كده كام خبطة عشان نطلع الفقاعات، بس طبعا خفت ان هي تتكسر. بتبتدي تعمليها بقى بخلة او بسكينة رفيعة او حاجة خطوط كده زي ما انتوا شايفين، دي بتساوي الخليط، بتطلع الفقاعات. وبدخله فرن درجة حرارته 180، بتاخد 20 دقيقة. طبعا بكون مشغلة الفرن قبلها ب10 دقايق. تمام. لحد ما تستوي بقى حبيت ان انا اجهز الكريمة. جبت معايا كوباية الا ربع حليب، وينفع كوباية الا ربع مية ساقعة، مش شرط حليب. يعني ممكن كوباية الا ربع مية ساقعة و3 معالق كبار سكر. وببتدي اضربه كده دقيقتين لحد السكر ما يدوب معايا. وكان عندي في التلاجة لقيت حوالي تلت كوباية كريم شانتيه خام، يعني ممكن معلقتين 3 كبار، يعني مش هتستخدمي كمية ولا هتكلفي نفسك بحاجة، وهيعملولك طبقة كريمة محترمة. وطبعا انا الكريمه مخليها قوامها كده فلافي كده، خفيفه شويه علشان ما تبقى طعمها حلو في الاكل. احنا مش هنعمل بيها روزيتات ولا هنعمل بيها حاجه يعني. كنت نسيت ازود معلقه كاكاو خام صغيره. ممكن تحطي معلقه كاكاو خام، ممكن تحطي نسكافيه، ممكن تسيبيه ابيض. ممكن لو جناش تحطي معلقه نوتيلا، اي اختيار موجود عندك في التلاجة زوديه. لو عايزاها تبقى بطعم النسكافيه، بدل الكاكاو تحطي مثلا معلقتين صغيرين نسكافيه، اللي هي القهوة سريعة الذوبان. هتبقى الكريمة دي بطعم النسكافيه. تمام. ضربنا كده الكاكاو كويس مع الكريمة. هنشوف بقى الكيكة كده. الكيكة أخدت حوالي 20 دقيقة استوت، وطبعا بتأكد ان هي استوت بخلة او حاجة تطلع نظيفة. سبتها لحد ما بردت خالص، وبدأت بخلة كده اعمل فيها فتحات زي ما انتوا شايفين. بجيب نص كوباية حليب.
تمام، بس نص كوباية الحليب خلوها بدرجة حرارة الغرفة فترة كده، لا هي سخنة ولا هي ساقعة. ودوبت بقى في الحليب، بتدوبي معلقة نسكافيه، معلقة كاكاو، بتسيبيه سادة. أنا كان عندي جناش حطيت فيه حوالي نص معلقة جناش، فاللي موجود عندك مش هيفرق، لبن سادة عادي. بتسيبي بقى لما الكيكة كده تشرب اللبن كويس، اللبن بيخليها جوسي جدا وطرية وفظيعة كده. ببتدي بقى انزل عليها الكريمة اللي احنا عملناها. زي ما انتوا شايفين الكريمة كده ناعمة خالص معانا. ببتدي بقى افردها كويس بالسباتيولا معايا. بتفرديها عادي بأي حاجة، وممكن تعملي شكل كمان بالسباتيولا، يعني مش هتفرق. انا فردتها كويس بالسكرابر علشان احط الصوص فوقيها وعشان التصوير، لكن مش هتفرق يعني، ما تدققيش في بيتك وولادك يعني. مش لازم تبقى مفرودة كده بيرفكت يعني، عادي. كل ما الكريمة تبقى ناعمة زي ما انتوا شايفين كده، هتبقى حلوة قوي معاكم في الأكل مع الكيكة. جبت معلقة جناش من الجناش الاقتصادي اللي أنا عاملاه، هتلاقوه في تورتة الشوكولاتة. آه، ببتدي بقى، حطيت معلقة الجناش كده دفيتها وحطيتها في كيس تلاجة، وفتحته فتحة صغيرة وبدأت أعمل خطوط كده زي ما انتوا شايفين. رايح جاي كده، وبالخلة بقى برضو ببتدي أعمل خطوط عكسية. ممكن بدل التزيين ده، لو عندكم شوكولاتة خام تبشروها، وترشوا منها على الوش مكسرات، فورماسيل، تسيبوها سادة خالص بالكريمة. ما عندكوش كريمة أصلا، اعملي كيكة لوحدها هتعجبك قوي جنب كوباية شاي ولا شاي بلبن عظمة. فاللي موجود عندكم اعملوا بيه. ما تدققوش يعني على الحاجة ان هي تبقى لازم بنفس الشكل، يعني المهم هي هتعجبكم قوي. جربوها ومستنية رأيكم. ويلا بقى نقطعها مع بعض بقى ونشوف الطبقات هتبقى عاملة ازاي. كل الصينية دي عملناها بنص كوباية زيت وكوباية دقيق واحدة. يعني انتوا متخيلين التوفير؟ وهتديكوا كمية قطع كتيرة. وطعمها حلو جدا فعلا، كأنكم اشتريتوا جاتوه. شايفة بقى طبقة الكيكة وتقريبا قدها طبقة كريمة. حاجة كده جوسي لوسي خالص يعني. أتمنى إن الفيديو يكون خفيف على قلبكم ويكون شرحي بسيط. ومستنية رأيكم بقى في الكومنتات، ونورتوني. ميرسي ليكم.